ما شاء الله يا راعي الشاة، السرعة زايدة وتفحيط بالطريق وإضافات على المركبة. الحين بكتب بيك مخالفة وإنذار أولي، وبعد كذا لو أشوفك راح أحجز المركبة. الموضوع كله ما كان محتاج المطاردة ولا المخالفة اللي كتبتها، يعطيك العافية. يا عمليات يا عمليات، في شاص لون أبيض يفحط بالشوارع، اللي يشوفه يحجزه. يا عمليات، في حادث بوسط المدينة وفي أضرار والمتسبب هرب. أقرب دورية تتوجه لمكان الحادث. الحمد لله على السلامة. وش صاير معك؟ عسى ما شر. الله يسلمك، كنت ماشي على يمين الطريق وفجأة ما حسيت إلا موتر ضرب السيارة وهرب، وما عرفت وش نوع أو شكل الموتر اللي ضربني. طيب أبي منك تقدم عندي بلاغ الحين إن اللي ضربك شاص أبيض وكان يفحط بالشارع. طيب أنا بكتب لك أضرار كثيرة علشان ترجع سيارتك مثل قبل وأحسن، وأنت تشهد إنه راعي الشاص اللي ضربك.
انت نفسك يا راعي الشاص، اسمعني زين يا راعي الشاص. المرة الاولى اعطيتك انذار اولي على التفحيط بالشوارع، وللحين ما وقفت التفحيط، وجاني بلاغ امس انك ضربت سيارة وانت تفحط بوسط المدينة، والحين راح احجز الشاص. عن اي موتر تتكلم؟ انت صحيح اعطيتني انذار اولي، وانا اعترف لك اني ما وقفت تفحيط، لكن انا ما ضربت سيارة ولا لي علاقة بالموضوع، وامس ما كنت بالمدينة، وكلامك ما هو صحيح. اسمع يا راعي الشاص، الحين راح موترك على ساحة الحجز، وبعد 14 يوم تراجعنا علشان تدفع المخالفات وتستلمه. ان شاء الله على خير. على كل حال ارجع واقول لك انت ظلمتني، وانا ما ضربت السيارة وهربت، من وراك تعطلت وموترين حجز. الله لا يسامحك يا الشرطي اللي ظلمتني، تعطلت لي 14 يوم اروح على الشغل بالبرد على رجولي. يلا حصل خير، بكره ان شاء الله استلم موتري وتنحل كل مشاكلي. الحمد لله اخيرا رجع لي موتري. والله حياتي بدونك يا الشاس ما لها المعنى. اليوم سمعت في منخفض وامطار قوية، لازم اطلع على اعلى جبل بالمدينة اغير جو واتونس شوي. جميع دوريات الدفع الرباعي توجهوا إلى الجبل، لأنه في عائلة غرز موترها فوق الجبل ومو قادرين ينزلوا، وبدأ موترهم يتدهور شوي شوي. حاولوا يلحقوهم قبل لا يصير شيء.
الحمد لله اللي انتبهت عليك ولحقتك قبل لا توقع بالوادي. الحمد لله على سلامتك. بس قل لي فيك شيء؟ جاك شيء؟ لا الحمد لله اموري طيبة، لكن والله اني محرج منك من عقب ما ظلمتك وتبليت عليك تفزع لي، وانت بامكانك تسوي نفسك مو شايفني وتروح. الله يجزيك الخير ويقدرني على رد جميلك. لا جميل ولا شيء، هذا واجبي. مثل ما انت تسهر على حماية الناس ما لازم نقصر معك. ولو شو ما كان بيني وبينك امور المخالفات والمواتر امور هينة، اهم شيء سلامتك. الله يسلمك ويجزيك الخير. يلا مشينا قبل لا يسحبنا المطر حنا ومواترنا.